بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية طيبة دائما لكم عبر دازون في مباراة ثمن نهائي كأس العالم للأندية. الهلال أمام مانشستر سيتي في ليلة من الليالي الكبرى، نطل على قمة لا تعترف بالرتب. الهلال زعيم آسيا وسيد القارة يدخل الميدان بقوية ومحاولة للتقدم إلى الأمام. السيتي يحاول يصل لمرمى الهلال مرة ولعب كرة عرضية وسطكو ولعب كرة وياسين بونو. يمكن اكثر خطوره نشوفها ممكن لفريق مانشستر سيتي، ممكن نشوفها مباراة بينما هنا فيها محاولة الناجح مهم جدا بكانه تعود الى ضربة الذي يشكل خطورة واضحة وخطيرة. بونو على فرصة أولى خطيرة جدا على المرمى من الجهة اليسرى. الخطير دوكو خطير جدا وأمام المرمى التصويبة تمر من جانبي مالكم. الآن انطلاقة وخطأ لمصلحة مالكم. خطير دوكو ينتظر ويمرر تمريرة وصلت في هذا المكان حلوة وفرصة خطيرة أمام المرمى وهدف أول خطيرين داخل المنطقة. يسجل السيتي هدف المباراة الأول مع الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة الأول. هنا كثافة كبيرة داخل منطقة 18 وبالتالي وصول وهدف لمصلحة السيتي. يمكن هذا اللي تكلمنا فيه حماد، قلت لك الجهة اليسرى بالنسبة لفريق السيتي خطيرة بوجود دوك. يمكن شفنا كيف الحضور لما الأولى هنا كرة طويلة مرة كانسيلو خاطئ الكرة رائعة لناصر مع اليمين، عرضية في المكان المناسب خطيرة جدا ومحاولة لكن تقطع وتعود لسافيتش وخطأ لمصلحة سافيتش. يمكن هذا اللي تكلمت عنه فريق السيتي. شوف محاولة استعادة الكرة دائما في ملعب الفريق الهلالي، والتمريرات تكون التمريرات القصيرة عدم المراقبة. يمكن هذه من الكرة الخطيرة اللي كان ممكن يسجلها فريق. يمكن بتكلم عن حلوة وقراءة سافيتش ثم عرضية مرة دوكو يريد أن يمرر كن ناجحة بينما هنا ليوناردو لأن ضغط كوليبالي وهنا خطأ لمصلحة لودي. خطأ عرضية حلوة طويلة جميلة من جانبي بنيفيد، فرصة للتصويب تصويبة إلى خارج الملعب. يمكن نشوف كيف فريق السيتي محاولة الدخول دائما ما بين المدافعين ويعطاه حلول لأن دخلنا يوم الثلاثاء في التمرير وسافيتش محاولة يمر دوكو خطير جدا خطير هذا اللاعب، لكن الأجمل أن دوكو دائما في الإنهاء ليس بأفضل حال. صحيح، لكن هو أخطر لاعب في السيتي. يمكن لو نلاحظ في الهجمة دي شوف نتكلم وسط الميدان بالنسبة لفريق السيتي جوندوغان برناردو جميلة ولكن الأمور تسير إلى هدف فقط. كانسيلو ليس في حالة جيدة وخطير. بونو يبعد الكرة، بونو يتدخل بونو وينقذ الموقف بينما مالكم الآن عليه أن يعتمد على نفسه. مالكم ربما في الكرات المرتدة تشهيرة وعرضية أرضية محاولة لم تغادر جميلة. ليوناردو خطأ ليوناردو ومخالفة ولا الحكم إنه خطير جدا. هنا بين أكثر من لاعب يحب ويمرر تمريرة حلوة من لمسة جميلة وخطيرة. بونو يبعد الكرة يبعدها ياسين بونو ينقذ الهلال من هدف ثاني. جوندوغان كان امام المرمى يسار سريعة يا مالكم. المقاتلة والمحاولة من جانب الهلال وهي تلعب وخطير. بونو يتدخل
صراحة في كل المباريات السابقة يمكن أخذ في مباراة أخذ نجومية المباراة، لكن في نجومية الفريق الهلالي من أمام كانسيلو ينجح دوكو، تبدأ كرة طويلة وإلى روبن وكانسيلو عرضية خطيرة بونو كل ما كان مناسب. بونو دائما يمكن نقطة الضعف كحاب بالمرور، تغطية من كنو الذي يريد شوف تمريرة ضعيفة لكن عنده متعب وخطأ لمصلحته متعب. وكوليبالي أن ينتهي الشوط، تلعب منتظرة وكرة رأسية إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى ليوناردو. لمسة كان ممكن حلوة للهلال، حلوة التقدم إلى مالكم وصوب مالكم، اصطدمت الكرة وراحت إلى ضربة وكوليبالي خطأ بونو 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 بونو. وهنا كرة فيها دخول على ليوناردو خطيرة وتغطية حاضرة وصلت عند المحاولة من جانب رايندرز. لا زلت انتظر مالكم يتقدم في كرة ويمرر تمريرة جميلة وحلوة حلوة وكرة في اللحظات الصعبة تجد الهلال، في اللحظات الحاسمة يولد الهلال، وعندما يقدر الجميع يبقى الهلال هو المعيار، هو المعيار. يا هلال يا هلال يا سلام يا سلام، خاصة من مالكم والتمرير يعتمد على سرعته، طولها قدم إلى الأمام وتصويبه. يا كانسيلو لو كانت عرضية، لو كانت عرضية هذه ردة فعل كبيرة 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 يا مناس. خطير تمريرة وصعبة للفريق الهلالي، كرة خطيرة من جديد لكانسيلو، حلوة طويلة لمالكم، رحب مالكم، يتقدم مالكم حين تستيقظ الإرادة تستدعى القوة وتولد أعظم المفاجآت. يا هلال، يا هلال يدافع عن الشرف، يدافع عن الشرف الهلالي. يا سلام. ثاني بينما دوكو كرة خطيرة وهدف تعادل، هدف تعادل. هالاند يسجل هذا التعادل، يعود هالاند بالسيتي من كرة كان من الممكن أن تبعد، يعني كرة ثابتة بهذه الطريقة سقطت أمام هالاند في هذا المكان. هنا كرة فيها محاولة وكوجو هالاند حلوة سريعة وفرصة ضربة جزاء. يا سيناريو يا سيناريو، ضربة جزاء لكن تسلل على مالكم. المحاولة من جانبي السيتي خطورة تمريرة لكن ما زالت خطيرة. وبوكو فرصة للتسجيل، هنا كرة عند بون ناصر وحط الكرة، تدخل من جانبي كانجي وحكم المباراة لا يشير إلى أي شيء. خطيرة خطيرة خطيرة. الهلال يلعب بطريقة رائعة وسيموني التصويب من مسافة ومحاولة فرصة للهلال، فرصة لبرناردو رأسية بعيدة من خطيرة للسيتي وضية والمحاولة وحكم المباراة يشير إلى صافرة، يشير إلى صافرة موجود. رايندرز وأمامه تغطية برناردو، محاولة برناردو جسد ثم عرضية منتظرة من ناصر طيرة لمصلحة السيتي الآن وحلوة لليوناردو وتبعد الكرة، تبعد من جانبي روبن وحكم المباراة لا يشير إلى خطأ لمصلحة ليوناردو. هنا كرة خطير دوكو منا تخرج الكرة وحاول وبونو لم يخرج بونو، يعني ملاحظة على بونو انه لا يخرج من المرمى. هنا كرة للسيتي وعرضية جميلة لليوناردو لكنها وفرصة لكن دخول كوليبالي عرضية جميلة حلوة حلوة. يا كنو
كأنه كانت مناسبة، خرج كأنه بشكل ممتاز ورسي 81 والعالي، والمحاولة افتكاك لاعب جريء في المحاولة وخطيرة جدا، وبونو في التغطية. راحت الكرة براسية هالاند إلى ضربة مرمى. المثالي تعود من لوذية، تغطية حاضرة من جانب سيو، والله الله يا نجامي، الله يا نجامي من حلق المرمى، من أين يظهر هالاند لا أعرف. من جديد ورأسية خطير في التقدم، لكن روبن ديوت قوية، بونو يبعد الكرة، بونو يبعد الكرة إلى ضربة زاوية، لكن دائما ضربات الزاوية. ادخل يا كايو، روح يا كايو، مؤثرة لكن عرضية تستدر كرة كوليبالي، برافو المرور ويصوب. لا امالكم هذا اللي ساعد الفريق الهلالي بالتنظيم الدفاعي الجيد. خطر تقاوم والدقائق الأخيرة، دقائق الفرصة، ليوناردو يريد أن يصوب، ليوناردو كان مع سافيتش، لكن تحية كبيرة والله، تحية. عرضية دوكو وتصويبة المباراة تعليل بليه اغتياب وحمد اليامي. ممكن العمليات العرضية لفودان خطيرة جدا، خطيرة جدا من جانب فودان، يسجل الثالث. 3-3 سجل فودان خلف اللاعبين، خلف لاعبي الهلال. خرج فودان من بين الكل وحضر جدا، مؤثر جدا. ليوناردو، خطأ لليوناردو، ينطلق إلى الأمام مرة كايو أبوش، ونفس الطريقة، بنفس الطريقة خلف المدافعين. سقوط يلعبها لياسين ريان بن شرقي، يحاول في الزحمة، خطيرة خطيرة، الفوز كان البداية والتأهل جاء كخطوة، وثقة. الهلال الآن 8، سافيتش يحاول أن ستي تمريرة، تغطية حر العرضية حاضرة في أمرها، خلصوه عند نوري، بعيدة.